المشاعر اللي بتقابلك كل يوم في حياتك هي دليل ليك. فالمشاعر دي هي عبارة عن أكواد، وانت مطلوب منك ان انت تفك شفرة الأكواد دي عشان تحط نفسك على المسار الصحيح لحياتك او على التردد الصحيح. فلو احنا شبهنا المشاعر دي، اقرب تشبيه ليها في الواقع بتاعنا هو الجي بي اس. انت بتستخدم الجي بي اس عشان تحط نفسك على الطريق الصحيح اللي يوصلك للوجهة اللي انت عايز توصل لها. نفس الكلام، المشاعر دي هي بتكون جي بي اس او بوصلة، ولكن بوصلة روحية. البوصلة الروحية دي بتجيلك عن طريق المشاعر عشان توجهك، بتجيلك من وعيك الداخلي عشان توجهك ان هنا في النقطة دي في خلل، صلح الخلل ده عشان تحط نفسك على المسار الصحيح. فكل المشاعر اللي انت بتقابلها، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر وحدة، مشاعر ملل، مشاعر غيرة، حتى مشاعر البهجة والسعادة، كل دي أكواد، وانت مطلوب منك ان انت تفك شفرة الأكواد دي عشان تمشي في مسارك الصحيح. فمثلا كمثال عشان نقدر ان احنا نفهم الموضوع ده، ندي مثلا مثال عن الغضب. انت مثلا واقف بتتكلم مع شخص معين، فالشخص ده قالك كلمة، الكلمة دي ما عجبتكش فتعصبت وغضبت. هنا الغضب انت بتفسره على ان هو عصبية منك، ولكن التفسير ده خاطئ، لان هنا فك شفرة كود الغضب هنا بتساوي ان انت مش حاطط حدود واضحة لنفسك مع الشخص ده. فلما انت تحط حدود واضحة لنفسك مع الشخص ده، انت في اللحظة دي عملت الحدود واستحالة ان هو هيعديها. فهنا انت حررت المشاعر دي، فهمت الرسالة منها وحررتها، وبالتالي لن يتكرر معاك الموقف. ايضا شعور البهجة او السعادة، لو انت مثلا في مكان او حاجة معينة بتعملها بتديك شعور البهجة والسعادة، هنا برضو ده كود بيقولك ايه فك الشفرة بتاعته، ان انت هنا على المسار الصحيح، كمل في طريقك ده. لو انت كملت في الطريق ده فانت هتنجح. فهنا المشاعر زي ما قلت لكم هي عبارة عن رسائل بتجيلك علشان تقولك ان في حاجة غلط انت محتاج تصلحها. فانت محتاج ان انت تحرر المشاعر دي عشان المواقف دي او الاشخاص اللي هي بتوصل لك الشعور ده ما تفضلش تتكرر في حياتك. لان انت لو تجاهلت المشاعر دي وما حررتهاش وما فهمتش الرسالة منها وما حطيتش نفسك على التردد الصحيح، هتلاقي ان الاشخاص بتعيد معاك نفس السلوك، وهتلاقي حتى ان الاشخاص الجديدة اللي بتدخل حياتك بتعاملك بنفس الطريقة وبتوصل لك نفس الشعور، وكل حاجة حواليك هتفضل تتكرر بنفس الطريقة، كأن انت بتدور في دايرة كده مفرغة، عمال تلف تلف تلف. ولكن لو انت حررتها فانت هنا حررت طاقتك وعرفت الرسالة من وراها، وحطيت نفسك على المسار وعلى التردد الصحيح.